في فيديو النهارده عملت لكم منظم اكسسوارات كيوت قوي ملهوش حل. الفكره دي هستخدم علبه شاحن كرتون، ممكن كمان تستخدموا علبه السماعه. هقسم العلبه ل4 اجزاء متساويين في الطول، طول كل جزء 3.6 سنتي. قسمتها كده بالشكل ده. بعدين هقفل كل جزء كده من تحت عشان هيبقى باين، هقفله كده بقطعه كرتون بالشكل ده. بعدين هثبت الاجزاء في بعض، بدات بتثبيت جزئين والجزئين التانيين ثبتهم بنفس الطريقه باللاصق الشفاف. بعدين هثبتهم في بعض باللاصق الشفاف برضو اهو زي ما انتوا شايفين. هغلف بقى المنظم بتاعي بورق منقوش، ممكن تستخدموا الفوم او ورق ساده كمان. هبدا كده ان انا اقص الزيادات دي عشان اتنيها ويطلع شكل الفينش في الاخر حلو. طبعا في الفكره دي مستغنيين عن الشمع. هبدا كده ان انا اتني الاجزاء دي زي ما انتوا شايفين اهو. الجزء اللي فوق ده بدأت كده ان انا اقصه برضو على قد الفتحات عشان اقدر ان انا ادخل الزيادات دي لجوه ويطلع شكل الفينش برضو في الاخر حلو بالشكل ده. كده هبدأ ان انا ادخل الاجزاء دي لجوه، وطبعا كنت حاطه قطع لاصق شفاف على الاطراف عشان اقدر ان انا الزقها جوه بالشكل ده. بالشكل ده اهو طلع معايا كده. بعدين استخدم قطعه ورق وهبدأ كده ان انا اثبتها هنا. ده شكله اهو النهائي. عملت بقى منظم ايد من شريط الستان باللون السكري، ممكن كمان تختاروا لون تاني. بعدين هزين المنظم كده من النص بشريط ستان، واستخدمت قطعة فوم باللون الوردي. هعمل كده حواليها شريط ستان عشان اثبتها على المنظم. ثبتها وزينت الفيونكة. طلع بجد تحفة وبسيط قوي، بيلم حاجات كتير تقدروا بقى تحتفظوا بيه الحاجات اللي بتضيع بسرعة زي الدبابيس او الخواتم او حتى الاساور او الحلقان. بجد الفكرة دي مفيدة جدا، ولو عندك اي كرتونة لازم تستغليها في الفكرة دي. لو عجبتك الفكرة متنسيش تكتبي لي رأيك في التعليقات، ولو اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، مع السلامة.